عمرك سألت نفسك ليه السيوف في المسلسلات دايما كانت بتعمل صوت تك تك تك، كأنهم بيلعبوا مش بيحاربوا؟ بس الحقيقة إن اللي بنشوفه ده كله تمثيل، والحرب زمان كانت أخطر من كده بكتير. المسلسلات القديمة كانت دايما بتورينا المحاربين بيخبطوا السيوف في بعض كأنهم بيغنوا مش بيتقاتلوا. بس لو المقاتل الحقيقي عمل كده زمان سيفه كان هيتكسر، أو على الأقل كان هيبوظ. السيف مش معمول علشان يتخبط في سيف تاني، ده معمول علشان يضرب خصمك في نقطة ضعف، مش علشان يصد بيه زي الدرع. المحارب الذكي كان بيستغل حركة خصمه علشان يوجه الضربة الصح في اللحظة الصح. يعني الحرب كانت بتعتمد على الذكاء مش على استعراض العضلات. أما السيوف فكانت غالية جدا وبتبقى مصنوعة يدوي من فولاذ نادر، وكان المقاتل بيحافظ عليها أكتر من نفسه تقريبا، زي ما موجود في عصرنا كده المقولة اللي بتقول: وأن أحافظ على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت. يعني باختصار اللي بنشوفه في المسلسلات مش مجرد مشهد تمثيلي، لكن الواقع كان حرب بجد، وكل ضربة كانت بتفصل بين الحياة والموت. لو المعلومة عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة، واستنى الفيديو الجاي من معلومة وحكاية.